السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد مع قناتكم منوعات شهر. فيديو اليوم بمناسبة قدوم الشهر الفضيل. راح نعدو ونوجدوها المرقة الحلوة. قبل المكونات هي كيلو زبيب، وعندي هنايا كيلو عين البقرة أو البرقوق المجفف. عندنا هنا نجمة الأرض، كركم وفلفل أسود وزعفران، وعندنا القرفة أو رند وزبدة أو رشة ملح يعني لتعزيز النكهة. عندنا ثاني هنايا نكهة البنان، وعندنا هنا الفانيلا، وأخيرا هي المشمش اللي كنا علبناه في الصيف من قبل وموريت لكم الوصفة. عندي الماء الأزهر والزيت والسكر وحنا نديرو، راح نوري لكم واش راح نحتاجو فيها الكيلات. أول حاجة عندي في قدر تاع كيوت شوية كبير، راح نديرو 5 ملاعق من الزيت، وراح نضيفو معاهم الزبدة وبقية التوابل اللي سبق وقلت لكم عليها. نضيفوها كاملين وراح نديروها على النار يتقلاو. راح نضيفو بعد ما نقلو كامل التوابل تاعنا باش تعزز النكهة طبعا، راح نروحو للسكر ونوزنوه 3 كيلات. كما راكم تشوفوا عندي هنايا القرفيه تاعي هذيك، نعمرها مليح تاع سكر ونضيفوها على الزيت والتوابل تاعنا، وراح نضيفو في نفس الكيلة طبعا نفس القرفيه تاعنا نديروها ماء زهر، ونضيفو نفس الكيلة تاع الماء، ونزيدو كيلة الثانية تاع الماء، يعني 2 كيلة تاع ماء وكيلة تاع ماء زهر الموافقة ل3 كيلات تاع السكر. الماء المستعمل راح يكون ماء دافئ يعني سخون مش بارد. نروحو درك للزبيب تاعنا او العنب المجفف. راح طبعا كنا دايرينه في الماء باش شويه يطرى، بعد ما راح نصفوه وراح نضيفوه على الخليط تاعنا. بالنسبه للبرقوق يعني لما يطيب لنا العنب تاعنا او الزبيب كي يطيب لنا ويعني في نص الطياب هذاك تاع المرقه تاعنا المرقه الحلوه، راح نضيفوه يعني مثلا باش ما لانه هشيش في الطياب تاعو هو، ما باش ما يطيحش يطيب لنا ياسر ويتفتت معانا ويروح لنا كاع الشكل تاعو. نخلوه من الاخير. هنا راه كما شفتوا درت عين البقرة او يسموها البرقوق، ضفناه يعني وراه خليته يعني يكمل الطيب تاعو مع الزبيب. من جهة اخرى عندنا التفاح المعلب اللي علبناه ثاني هو في الصيف، هو السكر اللي فيه هو راح نضيفوه ايضا، هو يعني ما راحش نتخلصوا من الماء اللي يطلقوا. عندي هنايا كما راكم تشوفوا ثاني المشمش كان معلب ايضا في الصيف، نضيفو حوالي كيلة او حسب الذوق يعني او حسب الكمية اللي راكم باغيينها نتوما. من جهة اخرى كما تشوفوا المرقة تاعنا ها هي تتقلى، راح نخلوها تعقاد مليح يعني لاقصى درجة، لانه لما نرجع راح نضيفو الفواكه تاعنا راح تحاول تطلق لنا المرقة وتمياه لنا، على بها نستناو يختار اقصى درجة. لما تختار كما راكم تشوفوا راح نضيفوا الفواكه، وراح قبل ما نضيفوها راح نضيفوا النكهة تاع البنان والفانيلا يعني ريحة وبنة، يعني هذه نحوسو ليها مع هذاك تاع الليمون، قطع الليمون، ونروح نضيفوا بالحبة تاع التفاح تاعنا. ممكن تشوفوا معلبات يعني مش مقسوم يعني حبة كاملة كما هي، يعني لان هيك تزيينها احسن، ولما تطيب لنا مجمولة. كما راكم تشوفوا ها هي مع الماء تاع السكر اللي كان فيه، يعني ها هي المرقة طلقت يعني اتمايها، ونخلوها شويه تستنى ترجع تعقد لنا مريره برك ونطفوا عليها.
وكما شفتوا في اللحظات الأخيرة تاع المرقة، يعني لما ندوها تبدا تقلعنا وتخرج في هذيك الفقاعات من الأطراف، تبدا تكبر تكبر تصفى الوسط تاع القدرة تاعنا. يعني لما تصفى لهذاك الحد يعني طيابها خلاص تمام، نطفو عليها النار ونخلوها تبرد. لما تبرد راح نضيفوها وعفوا راح ندسوها في بوطمونجي تاعكم ولا البوطمونجيات هذوك اللي يتباعوا فيهم تاع الزيتون جعودو كبار، والله هذوك راح يعني مناسبين للتوست يعني، ونديروها في فرجتان يعني للبرد ونخلوها رمضان ان شاء الله بالصحة والهنا. اخيرا كما راني وريت لكم زينتها لكم المرقه في النهايه، حطيتها لكم وتشوفوها المنظر كيف تاع التفاح هذاك، درت له الكاوكاو هذاك يعني درت له هذاك الملون الاخضر عاد يشبه البيستاج. وكما تشوفوا يعني البقره هي طايبه يعني ماهيش طياب اكثر يعني من اللازم او ماهيش يعني نيه خلاص يعني بين. عندي هذاك قطع المشمش والزبيب حاضره، اذا كان عندك البنان نضيفوها، انا ما كانش متواجد عندي ما كانش مشكل نضيفو فقط الذوق هذاك تاع البنان وراح يعني مازالت النتيجه روعه. وبقى نقول لكم ان شاء الله تصفاكم ويصفانا رمضان الكريم والصحه والعافيه، نلقاكم فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.